من الأمور التي تركها الناس وتساهلوا فيها هي قضية الإشهاد على الطلاق، أن الرجل إذا أراد أن يطلق لابد أن يشهد شاهدي عدل، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ثم قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن الإشهاد مطلوب، والإشهاد حقيقة ليس فقط من أجل توثيق الطلاق، لكن لو واحد راد يطلق وقال: تعال يا فلان تعال يا فلان، ليش؟ قال: بنطلق زوجتي، تعالوا يا أبو فلان صلي على النبي هذه زوجتك. قد يكون وجود الشهود يمنع وقوع الطلاق، أو أنه إذا وقع الطلاق فإنه يوثق ويحفظ حقوق الناس. ولذلك إذا كان الزواج مبني على التراضي لابد له من شهود، فما بالك بالطلاق اللي هو مبني على التجاحد والتباغض. كذلك نقول أن الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه لا يرى وجوب الإشهاد على الطلاق، لكنه يقول حتى لو فات وقته يشهد على الطلاق.